أكيد شرف كبير قوي لو ربنا ذكر حد في القرآن الكريم، ولكن الشرف الأعظم والأجمل إن في سورة في القرآن تتسمى باسمك. يا بختك يا لقمان. لقمان اللي القرآن وصفه بالحكيم، ابتدت حكايته عبد بسيط في النوبة، وتدرج في الحياة ونجح بحكمته لحد ما بقى قاضي القضاة في مكان ما. ولكن لما القرآن جه يتكلم عنه اتكلم عن دوره كأب، صفحة كاملة بتتكلم عن نصايح لقمان لابنه، وولادنا لحد النهاردة بيدرسوها في المدرسة. القرآن لما جه يتكلم عن لقمان ما ذكرش أي نجاح حياتي عمله نهائي، اتكلم بس عن دوره كأب. ودي إشارة مباشرة من القرآن الكريم إنه أهم إنجاز ممكن الراجل يحققه في حياته هو إنه يشارك في عملية تربية ولاده. ثانيا، صفحة كاملة يا لقمان بتنصح ابنك. هو ابنك ما شاء الله قدر يسمعك كل ده احنا ما فيش حد في ولادنا دلوقتي هيستحملني دقيقتين بس وانا بديله محاضرة. عملت ايه يا لقمان عشان تخلي ابنك يتشجع يسمعك وينفذ نصايحك؟ لقيت انه اتكلم مع ابنه بصوت القلب قبل العقل، سهل عليه انه يسمع الكلام، وكان قدوة كبيرة جدا في حياة ابنه. فابنه بسهولة اتمهد له طريق الحكمة والصلاح.